مينا. خلاص لو هنقول مينا، كلمه مينا غلط، الغريق هو اللي قال الكلمه. الملك لما وحد البلاد حب يعمل صوايه بتدل على التوحيد ده. هنا الرموز اللي قدامنا دي ليها كل حاجه معنى. اول حاجه البقرتين اللي فوق دول حتحور، الاله حتحور. الاله حتحور ده ربة الامومه والعطاء عند المصري القديم. خلاص ماشي. في هنا الخرطوشه دي نعر مر. النعر ده هو سمكه القرموط دلوقتي. مر اللي هو الازميل، يعني قاتل سمكه النعر. يعني ايه قاتل سمكه النعر؟ كان دايما سمكه النعر عند المصري القديم في الميثولوجيا المصريه هو سمكه نفسها لازم تتقتل لان هي اكلت من جسم اوزوريس. طبعا انتوا عارفين اوزوريس اله الموتى، هحكي لكم قصته دلوقتي. بس هو عشان السمكه دي كانت بالنسبه لهم سمكه نكسه ولازم تتقتل، فكان اي ملك يجي ياخد اللقب ده كان بيبقى بطل بالنسبه له. خلاص. عندنا بعد كده الملك بيبان بتاج الايه؟ احمر، اللي هو تاج الايه؟ الجنوب. تاج الشمال هتلاقوه تاج الشمال، سوري مش تاج الجنوب. التاج الاحمر تاج الشمال. تاج الجنوب هتلاقوه ابيض ومتولد كده عامل زي الام. خلاص ماشي. وراه عامل الصندل. كان دايما الملك مش لابس طالما هو في حضره الاله. احنا هنا بنقول ان هو في حضره الاله حطوه، يبقى ما ينفعش يلبس ايه؟ حاجه في رجله. عشان كده دايما بنلاقي ان الملوك او اي حد محطوط في معبد، تمثال محطوط في معبد، لازم 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 يكون مش لابس صندل او اي حاجه عشان هو في حضره الاله. خلاص. قدامه الوزير، قدامه اللقب بتاعه برضه نعر مير، قدامه حمله الاعلام، ودول اسرى قتلهم ورؤوسهم ما بين رجليهم. يعني انتوا لو قربتوا شويه كده هتلاقوا رؤوسهم ما بين رجليهم. خلاص. هنا الحيوانين الاسطوريين دول كرمز ان هو وحد الشمال والجنوب، ومفيش حاجه هتقدر تفرقهم تاني. خلاص. هو هنا هم مش بيفكوه، هم هنا بيربطوهم بحيث ان هو محدش هيقدر يعمل الايه؟ الوحده اللي عملها ما بين الشمال والجنوب. هنا هو بيبان، هو هنا برضو مينا او معرمر بيبان في صور بيقتل واحد من اهل ايه؟ الجنوب، او بيقضي عليه والمقاطعه بتاعته جنبه. هنيجي الناحيه الثانيه. عشان في حاجه ثانيه. احنا قلنا دول مين؟ عطور، اللي هم ايه؟ اله الامومه عند المصري القديم واله العطاء. برضه نفس الكلام. الخرطوش اللي هو شعار الملك فيه. الخرطوش بمعنى ان انا عايز احط اسم الملك، ما احطوش زي بقيه الناس من غير حاجه مميزه، هيحطه يا اما في شكل بيضاوي زي ما انا قلت لكم، او الشكل اللي انتم شايفينه ده نعر مير، اللي هو سمكه وازميل. هنا بقى بيظهر العرمر باكبر شكل في الصوره ولابس تاج الايه؟ احنا قلنا هناك ايه؟ الشمال. هنا الجنوب عشان تاج، هو طبعا ما فيش لون هنا بس هو المفروض ده تاج. خلاص. وماسك الايه؟ العصايه او ماسك الصولجان من النص علشان يأدب واحد من الايه؟ من الشمال. هو ما بيضربوش. انا لو عايز اضرب واحد امسك العصايه من الاخر، انما انا بضرب ماسك العصايه من النص، انا بأدبه. خلاص ماشي. وماسكه من شعره عشان ما يبقاش له قومه. انت لو عايز تمسك حد اكتر ماسك، يعني لو مسكته من ايده كده يقدر ايه؟ يقاوم. مسكته من كتفه يقدر يقاوم. لو مسكته من شعره ما يقدرش. اكتر نقطه ضعف الشعر. فهو هنا ماسكه بالدلاله على ان هو مش هيقدر يبقى له قومه تاني الا قمر. نفس الكلام حامل الصندل وحامل الايه؟ الميه بتاعت الملك. وهنا عندنا حورس، وهنتكلم على حورس برضو. ما اسموش حورس وما اسموش اوزوريس، اسمه اوزير او حور او عيسى اللي هو اوزيس. طب ليه احنا بنقول عليهم كده؟ لان اليونانيين كانوا دايما بيضيفوا للاسماء، زي ما بنقول برضو كلمه فرعون ما كانش اسمها فرعون، كانت اسمها فرعو بالنصوص العبريه، وبعدين اتحولت للفظ برعو. هي كانت برعو وبعدين اتحولت لفرعون والعرب حطوا منه. خلاص ماشي. هنا دول اتنين، لو انتوا شفتوهم لو بصيتوا كويس هتلاقوا اتنين من اهل الشمال بيحاولوا يجروا وبيبصوا وراهم يشوفوا العدو اللي وراهم، او بيحاولوا يشوفوا مين اللي بيجري وراهم. طبعا مين اللي بيجري وراهم؟ نعرم. خلاص. يعني للدلاله ان هم بيهربوا من نعرم. ودي بوتو وسايس اللي هو المقاطعات بتاعتهم. عايزين تسالوا اي حاجه في اللوحه دي يا جماعه رمزيه. يعني ايه رمزيه؟ يعني هو بيقول لك انا بحاول اشرح لك انا وحدت ازاي. هل هو قصده ان هي تبقى تاريخ؟ هو ده اللي انا بقول لكم عليه. بس الاثار من غير ما
بتحكي بعد كده الاثار من غير ما توصف، بتحكي الحاجات اللي بعد كده. فهو هنا من خلال اللوحه دي قدرت عرفت التوحيد. هل مصر هتفضل موحده؟ لا. في واحد اسمه قاع سخن، الراجل ده هنشوف دلوقتي تمثاله، يقال ان واحد تاني قاع سخناوي. فالمهم ده هيوحد البلاد تاني بعد ما هتنفصل. دايما اللي كان بيفصل الدوله من الملوك، الانفصال كان دايما بيجي من الملوك او من الكهنه، اللي دايما بيخلوا الشعب عنده اعتقاد ان في عقيده الناس التانيه دي غلط. وهنفهم ميثولوجيا اكتر بس مش دلوقتي، واحده واحده كده.